وكيف تفرح على أمتك وأنا أدخل عليهم مجاري الدم واللحم وهم لا يرونني، فوالذي خلقني وأنظرني إلى يوم يبعثون لأغوينهم أجمعين، جاهلهم وعالمهم، أميهم وقارئهم، فاجرهم وعابدهم، إلا عباد الله المخلصين. قال النبي: ومن هم المخلصون عندك يا لعين؟ فقال إبليس: أما علمت يا محمد أن من أحب الدرهم والدينار ليس بمخلص لله تعالى؟ فإذا رأيت الرجل لا يحب الدرهم والدينار ولا يحب المدح والثناء علمت أنه مخلص لله تعالى فتركته. وأن العبد ما دام يحب المال والثناء وقلبه متعلق بشهوات الدنيا فإنه أطوع مما أصف لكم. أما علمت أن حب المال من أكبر الكبائر؟ يا محمد أما علمت أن لي 70,000 ولد ولكل ولد منهم 70,000 شيطان، فمنهم من قد وكلته بالعلماء، ومنهم من قد وكلته بالشباب، ومنهم من قد وكلتهم بالمشايخ، ومنهم من قد وكلته بالعجائز. أما الشباب فليس بيننا وبينهم خلاف، وأما الصبيان فيلعبون بهم كيف شاءوا. أما علمت يا محمد أن برصيس الراهب أخلص لله 70 سنة كان يعافي بدعوته كل من كان سقيما، فلم أتركه حتى زنى وقتل وكفر.